بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم. أمر الآن إلى خاصية ثانية من الخصائص التي يجب أن تتوفر في الشرط، تتوفر في الدرس الجامعي أو في المحاضرة الجامعية، وهي ما أسميه أو ما سماه هيربرت ماير بماذا؟ بالاستغلال المكثف للزمن التعلم أو لزمن إيصال المعرفة. نحن عندنا عدد من الحصص محدودة في الفصل، غالبا 12 حتى 16 حصة نظرا لظروف الجامعات المغربية، فإننا لا نصل حتى ل 12 و 16. وكثير من الأحيان يعمل الأساتذة على زيادة ساعات إضافية وزيادة حصص داخل الكلية من أجل أن يكملوا هذا البرنامج. لكن ممكن أن نكمل البرنامج حتى وإن ضاق علينا الزمن إذا ما استطعنا أن نتحكم أو نتقن تقنية من تقنيات استغلال الزمن بطريقة مكثفة. أكدت سابقا في كتاب منهجيات على أن ما من فعل تواصلي إلا ويرتبط بزمن معين ومكان محدد. بالنسبة لي أزمنة الدرس الجامعي أزمنة متعددة، وأمكنته كذلك أمكنة متعددة. فالجامعات له مواقع مختلفة، الكليات لها مواقع مختلفة، لها رواد مختلفون، والدروس لها كذلك أزمنة مختلفة. فنحن ندرس في الشتاء وندرس في الصيف، عندنا دورة ربيعية ودورة خريفية، عندنا رمضان، عندنا فترة فيها الإفطار، عندنا مناطق ساخنة وعندنا مناطق باردة، عندنا مناطق فيها كثافة من السكان وفيها اكتظاظ، عندنا مناطق أقل كثافة وأقل اكتظاظا. يعني عندنا حصص في الصباح، حصص في وسط النهار، حصص في المساء. هذا الزمن يجب أن يدار. فكلما حاولنا أن نستغل الزمن بطريقة إيجابية وجب وصلنا في آخر المطاف إلى أن ننجح في إعطاء هذا الدرس الجامعي ما يستحقه من الاهتمام. الدرس الجامعي متأثر بما قلته سابقا، لذلك إذا ما أردنا أن ننجحه فوجب أن ننتبه إلى الزمن الذي ندرس فيه. الآن أريد أن أفصل في هذا الأمر وأقول فيه ما يلي. وقت المحاضرة غالبا أو وقت الدرس وقت محدد، تدخل غالبا متأخرين وقد نخرج بربع ساعة وب10 دقائق قبل الوقت. عموما تتفرع عن هذه الخاصية، خاصية استغلال الزمن، مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول الذي يجب أن طرحه الأستاذ على نفسه: هل أستغل وقت المحاضرة أو الوقت المخصص لهذه المحاضرة أو للدرس، هل أستغله كما يجب وأستغله مع طلبتي كما يجب أم لا؟ إذا كنت لا تستغله كما يجب فاعلم أنك غير مستجيب لهذه الخاصية الأساسية والتي ذات طبيعة ديداكتيكية كذلك، لأن الزمن يؤثر في المضامين. عندما ألقي درسي ألاحظ أن الكل أو أغلب الطلبة منتبهين أو غير منتبهين، وممكن الأستاذ بسرعة أن يعلم ذلك من خلال نظرة سريعة على مدرجه أو على حقاعته. فهناك من هو منتبه، هناك من يلعب، هناك من يتثاءب، وربما هناك من نام. وهذا أمر يجب أن ينتبه له الأستاذ، لأنه إشارات من طرف جمهور المستمع إلى أن طريقتك فيها شيء ما يجب أن تستوعبه، يجب أن تنتبه إليه. ما هو الوقت الأساسي الذي أحس من خلاله أو فيه بأن محاضرتي وصلت ذروتها وأنني علي أن أستغل هذه الذروة لإبلاغ 5 أو 10 جمل الأساسية التي على الطلبة أن يستوعبوها، وهم في أعلى درجات الانتباه ديداكتيكيا؟ تستغل هذه المرحلة التي يكون فيها الانتباه مشدود لقول أهم ما يجب أن يقال في المحاضرة، ماشي من تيجيو يخرجوا ولا يلا دخلوا باقي ما تقادوش ولا لا، في هذه المرحلة الأساسية. وفي الزمن هل هناك اتفاقات
حول الزمن المخطط له ومخطط أم لا. أنا أحب دائما في المحاضرات أن نلتزم بنظام معين، وأن يحدد كل أستاذ نظاما معين لمحاضرته، والأساتذة يعملون هذا الأمر، يعملون به. فالطلبة دخولهم يجب أن يكون على الساعة كذا وكذا، وخروجهم على الساعة قبل ذلك وبعد ذلك فيه قول حسب الوضعيات المختلفة. لا أن أترك حصتي يدخل ما يشاء ويخرج من يشاء بطريقة ما عشوائية، وأعتقد بأن هذا الأمر فيه حرية. الحرية يجب دائما أن تستجيب لضوابط الدرس. نعم، ممكن أن نكون أحرار، والحرية لها حدود، كما أن للضبط والتحكم حدود. هذا الخط الوسط لا يعلمه إلا من له تجربة في هذا المجال. لا نريد تسلطا في المدرجات ولا في قاعة الدرس، ولكن لا نريد كذلك فوضى. والخط الوسط دائما أقول ليس وسطيا، ليس هناك خط وسط، هناك ما يمكن أن نسميه الخط المرن. متى؟ فلكل وضعية مرونتها ولها، بل لكل وضعية وسطها، وهذا الوسط ليس سهلا. كلما تقدم الأستاذ الجامعي في دروسه في تجربته، وكان يعمل على قراءة تجربته الذاتية كل سنة ويفكر فيها ويفكر في أخطائه، كلما كان أداؤه في السنوات المقبلة أفضل، وكلما تجاوز هذه الأخطاء التي يمكن أن تترتب عن عدم التحكم في الزمن، وكذلك عن عدم التحكم في المدرج أو في القاعة عندما تنفلت وتصبح الأمور عشوائية. ثم ما هي المعيقات اللي يمكن أن تعيقني في محاضرتي المرتبطة بالزمن؟ يجب أن أعرفها، أن أتجاوزها. متى تظهر هذه المعيقات؟ كيف يجب أن أعمل على تجاوزها؟ في كثير من الأحيان ممكن أن يكون السبب هو ضيق قاعة يجب أن نتجاوزه، أو يكون السبب هو وجود أنشطة داخل الكلية أو غيرها. كيف أتجاوزها؟ أطرح أسئلة على نفسي، يجب أن أعمل على تطوير هذا العمل. ممكن في بعض الأحيان أن نستطرد في إطار التعامل مع الزمن. الاستطراد من أجل قتل الوقت مرفوض، لكن أن أستطرد في درسي من أجل خدمة نقطة مهمة في الدرس بالإتيان بأمثلة مهمة للدرس، هذا مطلوب. لكن حدوده يجب أن تكون كذلك معقولة، حيث أنه ممكن أن أؤجل من خلال هذا الأمر أهدافا يمكن أن أعمق به معرفة وأهدافا. إذن ديداكتيكيا الزمن له دور أساسي، والمحاضرات التي لا تراعي هذا الجانب تقع في هدر زمنها، وفي الأخير يتلقى الطلبة بضاعة علمية بسيطة قليلة ربما ضعيفة ويمتحنون فيها، وقد يمتحنون في بضاعة لم يتلقوها بالشكل الذي يجب عليهم أن يتلقوها به، وهذا أمر مردود بيداغوجيا ويجب أن لا نقع فيه كأساتذة جامعيين. أنا أقول ما أقول ليس من باب الأستاذية على أساتذة المحترمين، أقول ما أقول من باب أن أتبادل معهم هذه الأفكار. ممكن أن يكون فيها بعض الأشياء الصائبة، ممكن أن تكون فيها بعض الأشياء الخاطئة. المهم ما ينفع في هذه المحاضرات في هذه الأنشطة وجب أن نأخذه بعين الاعتبار من أجل هذا الوطن، من أجل هذه الدروس، من أجل أبنائنا. أقول ما تسمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.